أصحابي صباح الخير عليكم. يوم جديد من أيام شقاوتنا، شقاوة شطار. يوم جديد وأصحاب جداد وفقرات جميلة جدا. خلينا نبتدي على طول دلوقتي فقراتنا وشقاوتنا وشقاوة شطار. أصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة الهاند كرافت. النهاردة هنعمل شكل جميل جدا زي ما انتوا شايفين معانا، والحاجات اللي هنستخدمها بسيطة جدا. قبل ما أقول لكم الحاجات ايه اللي احنا هنستخدمها النهاردة، خلينا الأول نتعرف على أصحابنا اللي معانا دلوقتي. اسمك ايه؟ من اسمك ايه؟ فريدة. منا، قولي لي انت متعوده ان انت تعملي هاند كرافت بايديكي كده في الكلاس او في البيت؟ ممكن تجربي؟ متعوده يعني النهارده اول مره نشتغل مع بعض؟ اوكي منا اول مره تشتغل النهارده معانا، بس شكلها شاطره وهتساعدني. وانتي كمان قولي لي، انتي فريده اول مره تشتغلي بايديكي؟ لا، مش اول مرة. انتي متعوده ان انتي تعملي الحاجات دي في الكلاس؟ اه. اوكي، في البيت مش بتجربي تعملي حاجه بايدك؟ لا، بجرب كل الحاجات اللي احنا بنعملها هنا برضو بعملها في البيت. طب جميل، يعني هتساعديني صح؟ مم. اوكي ماشي. فريدة ومنى هيساعدوني النهارده اننا نعمل الشكل ده. الشكل اللي معانا ده ممكن بقى نستخدمه ان احنا نحطه على المكتب بتاعنا في البيت، ونحط فيه كل الحاجات بتاعتنا، الاقلام بتاعتنا. ممكن نحط اي حاجه، ستيكرز، اي حاجه احنا دي بتاعتنا وخايفين تضيع مننا، نحطها فيها كانها مقلمه. ممكن نعملها للكلاس برضو، هتبقى شكلها حلو جدا. ممكن نعملها ونديها هديه لحد من اصحابنا، اكيد هيكون مبسوط بينا جدا. الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الشكل ده حاجات بسيطة جدا. ايه هي؟ هنستخدم ورق مقوى باللون اللي احنا جايبينه، اللون البينك ده اللي معانا. وكمان هنستخدم ورق مقوى تاني لونه ابيض. وبعدين هنستخدم الابيض اللي احنا نعمل بيه الوش والايدين والرجلين زي ما احنا شايفين. وبعدين هنستخدم الفوم الجليتر. الفوم الجليتر هنستخدمه، ده بيكون موجود في المكتبة بمنتهى السهولة زي الورق المقوى بالظبط، وممكن نلاقي عندنا في البيت كمان منه. هنبدأ ان احنا نجيبه ونرسم عليه شكل الودان دي، شكل العينتين والبق المناخير، وشكل الصوابع بتاعة الرجلين عشان نبدأ نلزقهم عليها. اصحابي كلهم هيلزقوا بالجلو عشان الجلو امن جدا، مفيش مشكله منه. لكن انا هستخدم مسدس الشمع عشان انا كبيره، كبار بس هم اللي بيستخدموا مسدس الشمع، عشان بس نلزق الحاجات الاساسيه فيها. وبعد كده هنوريكم ازاي نعملها بمنتهى السهوله. طبعا انا هبتدي الزق بس الحاجات الاساسيه كده، وبعدين طبعا منى وفريده هيستخدموا معايا كل الحاجات اللي موجوده، وهيوروني ازاي هنقدر نطلع بالشكل النهائي زي ما انتم شايفين. اصحابي انا كده خلصت الشكل اللي كان معانا. طبعا ساعدتني منى وساعدتني فريده، كل واحده فيهم عملت حاجه. منى عملت رجل وفريده عملت الرجل التانية. منى حطت ايد وفريده حطت الايد التانية. هما الاتنين ساعدوني في اننا نعمل الودان ونعمل كمان شكل الوش بتاعنا.
وحطينا عليه العينين والمناخير ورسمنا البق، بقى شكله جميل جدا. بقى جاهز ان احنا نحطه عندنا على المكتب بتاعنا، او نحطه عندنا في الكلاس، او نبقى مجهزينه هديه نديها لحد من اصحابنا عشان نحط فيه الحاجات بتاعتنا، الاقلام او الستيكرز او اي حاجه ممكن احنا نكون حابين نحطها. ممكن اصحابي منا او فريد عايزين يحطوا فيها التوك بتاعتهم، دي تبقى طبعا شكلها حلو جدا لو حطيناها على التسريحه بتاعتنا، حطينا فيها الحاجه بتاعتنا، بقى شكلها حلو جدا. ممكن كمان نعمل اشكال تانية مختلفه، يعني احنا النهارده عملنا شكل رابت، ممكن نعمل شكل كات، ممكن نعمل اي شكل احنا حابينه ويكون قريب لينا، وفي نفس الوقت كمان ممكن نغير الالوان اللي احنا مستخدمينها دي تناسب الديكور اللي احنا قاعدين فيه. خلصنا طبعا اللي احنا عملناه، عايزين نعرف بس رأي منا، ايه رأيك يا منا؟ كان سهل؟ طيب يعني انت هتروحي البيت تعملي النهارده؟ اوكي. مين بقى اللي هيساعدك لما تفكري ان انت تعملي حاجه زي كده؟ مين في البيت يساعدك؟ مامتي. مامتك، جميل. اوكي. فريدة قوليلي ايه رأيك؟ سهله قوي. قوليلي لما انت بتحبي تشتغلي في البيت الحاجات دي مين بيساعدك؟ ساعات مامي بتساعدني وساعات انا بعملها لوحدي. برافو عليكي، لوحدك ممكن تعملي كل حاجه. مم. اوكي. جربتي مره تعملي حاجه وتديها لحد من اصحابك هديه؟ ايوه. ايه بقى كان يعني استقبلها ازاي؟ مرة جبت ورقة وقصيتها، بعدين جبت طبق، بعدين لزقت الوردة، بعدين كتبت عليها اسمه وعشان ده كان عيد ميلاده فكتبت له هابي بيرثدي واديتها له. الله، فكرة حلوة جدا. مبسوطة ان فريدة عملت كده. ميرسي يا فريدة، دي شاطرة واديتي لاصحابنا افكار كتير جدا. ميرسي ليكي، وميرسي كمان لمنى ان هي كانت معايا. كده احنا خلصنا الفقرة بتاعتنا، فقرة الهاند كرافت. خليكم معانا نروح لفقرة تانية من فقرات شقوتنا، شقاوة شطار. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة الكوكينج. النهاردة نعمل مع بعض حاجة كلنا بنحبها. خلونا الاول نتعرف على اصحابنا اللي معانا. اسمك ايه؟ جود. انت اسمك ايه؟ زينة. قوليلي يا جود، انت بتساعدي ماما في البيت؟ اه. تعملي معاها ايه؟ تعملي معاها لا؟ اه. طب بتعرفي تحضري السفرة؟ اه. برافو، ده جود شاطرة جدا، بتعرف تعمل حاجات كتير. طب زينة، انت بتعملي مع ماما ايه؟ بساعدها. ايوه بتساعديها، بتقفي معاها في المطبخ بتقطعي معاها حاجة او بتعملي معاها الاكل، ولا بتقفي تحضري معاها السفرة؟ بتعرفيش تحضري السفرة؟ تعرفي؟ لا مش بتعرفي. طيب بتعرفي تساعديها في الاكل وهي واقفة؟ اوكي جميل. انا معايا جود ومعايا زينة النهارده هيساعدوني في اننا نعمل الفروتس اللي معانا. احنا معانا النهارده حاجات كتير جدا، معانا يوسفي ومعانا عنب، معانا فراولة ومعانا تفاح ومعانا موز. هنعملهم مع بعض كيوبس وبعدين نحطها. بعد ما نقطعها كيوبس هناخدها ونحطها جوه البسكوت بتاع الايس كريم، ونحط بعد كده عليها ايس كريم اي حاجه احنا حابينها، وكمان هنحط عليها شوكليت اكيد هنحبها جدا. تعالوا نشوف مع بعض لما نقطع الفاكهه اللي معانا كيوبس، ونشوف كمان لما نقشر اليوسفي ونخلص الحاجه اللي معانا، وبعد كده نوريكم الخطوه اللي بعديها واحنا بنعملها جوه البسكوت اللي معانا. اصحابي احنا كده قطعنا الفروتس اللي كانت معانا. كان معانا موز، كان معانا فراولة، وكان معانا تفاح، ومعانا عنب، ومعانا يوسفي. قطعناهم خلاص وخلصنا. عملنا طبق قدام جود، وعملنا طبق تاني قدام زينة. دلوقتي هنبدأ بقى ان احنا نعمل ايه. هناخد البسكوت بتاع الايس كريم، هنبدأ نحط فيه الاول شوكولات، وبعدين نبدأ نحط الفروتس اللي كانت معانا، وبعدين نحط عليها ايس كريم، ونحط تاني الشوكولات من اللي معانا. اكيد هيبقى شكلها حلو. هنشوف بقى كل حد من اصحابنا جود وزينة وهما بيعملوها هتبقى عاملة ازاي.
احنا كده خلصنا مع بعض الايس كريم اللي احنا عملناه بالفروتس. طبعا الفروتس مهمة جدا لينا لان بيكون فيها فيتامينز كتير مفيدة جدا لجسمنا، بتخلي عندنا الذاكرة قوية، هي نعرف نلعب وكمان نعرف نعمل انشطة كتير جدا. مهم جدا ان احنا نعمل حاجة احنا حابينها مختلفة. ممكن نقول افكار لماما تكون مش جاية على بالها، لما نقولها لها اكيد هتكون مبسوطة. بس بفكركم ان احنا واحنا بنقطع الفروتس اللي معانا هنستخدم سكينة بلاستيك عشان ما تبقاش خطر علينا. خطر جدا نستخدم اي سكينة عادية، لازم تكون سكينة بلاستيك او حد كبير هو اللي يستخدمها. كده خلصنا فقرة الكوكينج اللي كانت معانا النهاردة مع جود ومع زينة. نروح بقى لفقرة تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة الستوري. قبل ما نبدأ مع بعض الستوري بتاعتنا لاننا هنتعلم منها حاجة مهمة جدا، خلينا الاول نتعرف على اصحابنا اللي معانا دلوقتي. اسمك ايه؟ هو اسمه يحيى بس مش راضي يقول لنا، بس احنا عايزين نسمع صوته. قول يا يحيى، قول بقى كده في المايك لاصحابنا اسمك ايه. يحيى باين عليه مكسوف مننا. طيب انتي اسمك ايه؟ تاليا. اوكي تاليا. وانت اسمك ايه؟ عمر. عمر انت فطرت كويس النهارده، باين عليك، برافو عليك. انتي اسمك ايه؟ ما ايه؟ ملك. ملك. طب هي ملك مالها زعلانه مننا؟ انتي زعلانه مننا يا ملك؟ احنا نقرا مع بعض ستوري. اوكي خلينا نقول لاصحابنا بقى الستوري اللي معانا دلوقتي اسمها ايه. ده كلاون فعلا. الستوري بتاعتنا النهارده بتتكلم عن الكلاون واللي هو هيعمله، وكمان عن صاحبتنا اللي فكرت ان هي تدخل المكتبة وتبدأ ان هي تجيب كتاب وتفتح الكتاب اللي هو ننفذه على العالم عشان تشوف ايه الحاجات اللي هي ممكن تعرفها عن طريق الكتاب ده. الكتاب اللي معاها لورا فتحت الكتاب وشافت اللي جواه، لقت ايه؟ لقت كلاون، لقت البهلوان ده. احنا عارفين البهلوان ده بيبقى فيه الوان كتير جدا جدا معاه، وبيبقى لبسه كله الوان على بعضه زي ما احنا شايفين كده، وهو دايما بيكون مسلي جدا وبيضحكنا. هي لورا بدأت ان هي تبص وتشوف الكلاون اللي معانا هيعمل لها ايه. لقت معاه كمان الوان كتير جدا، لقت معاه لون احمر ولون ازرق ولون اصفر، وقالت ان هي طبعا عشان هي بتحب الرسم ايه اللي ممكن الكلاون يخليها ترسمه او تلونه. ايه اللي حصل؟ هي راحت وكلمت الكلاون وقالت له دلوقتي احنا ممكن نلون بلون ايه. فالكلاون اداها اول لون، اللون الايه؟ اللون الاحمر. اوكي قال لها خدي بقى اللون الاحمر ولوني. وبعد كده لا ايه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عمر؟ كلاو. ده بير صح؟ شايفه؟ قال لها انت ممكن تلوني الدب دوت بلون احمر. طبعا لورا قالت له لا طبعا مفيش اصلا دب لونه احمر، ما ينفعش نلونه باللون الاحمر. وبعد كده مشوا شويه لقوا عربيه المطافي واقفه، فقال لها طيب في عربيه مطافي قديمه موجوده تلونيها باللون الاحمر؟ قالت له ممكن نلونها باللون الاحمر. ولونوا بعد كده عربيه المطافي باللون الاحمر وبقى لونها جميل جدا وبقت كأنها جديدة خالص، بقى شكلها حلو جدا. بعد كده بدأ يديها اللون اللي بعده اللون الأزرق البلو. هي قالت له احنا ممكن نعمل ايه؟ لقى كده في بيت وراها، والبيت دوت قال لها احنا ممكن نلونه باللون الأزرق. لكن لورا قالت له لا 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 لا، ده مش بيتلون باللون الأزرق، ده ما ينفعش خالص مع اللون الأزرق. وبصت حواليها لقت عربية نقل قديمة جدا، قالت له العربية دي ممكن ندهنها باللون الأزرق. فعلا دهنوها باللون الأزرق وبقت شكلها جميل جدا وكأنها جديدة خالص. بعد كده اداها باقة تانية لونها أصفر وقال لها ممكن نعمل نلون لون أصفر. وبعد كده لقى سنو مان موجود، قال لها احنا بقى نلون سنو مان باللون الأصفر. طبعا لورا قالت له لا طبعا ما ينفعش خالص، سنو مان مش لونه أصفر، ما ينفعش نلونه باللون ده. وبعد كده لقت الحاجة اللي بتنقل لما بيكون في ناس عايزة تنقل حاجة من تحت لفوق مسافات عالية، او لما يجوا يبنوا عمارات او يبنوا حاجات، لقيتها واقفة ولونها قديم كده، قالت له دي ممكن نعملها باللون الاصفر. وفعلا بدأت ان هي تدهنها باللون الاصفر، بقى لونها جميل جدا جدا وبقى كأنها جديدة بالظبط. بعد كده بقى
الكلاون قال للورا ان هو ممكن يعمل تريكس، وهي كانت مستغربة ايه الخدعة بقى اللي هو ممكن يعملها، ايه بقى الحاجات الجديدة اللي ممكن يعملها. لقيته جاب مكان كده، وبدأ ان هو يحط اللون الاحمر على اللون الاصفر، عمل ميكس بينهم وطلعوا لون ايه بقى، طلعوا لون اورنج. احنا هنقول لاصحابنا دلوقتي ان اللون، اتعلمنا من الموضوع ده ان اللون الاحمر على اللون الاصفر يطلع لون ايه، اورنج. هي بقى لورا قالت ان هي هتلون اللون الاورنج دوت عشان يبقى شكله حلو جدا، ولونت الرسمه اللي معاها باللون الاورنج. وبعد كده راحت للكلاون قالت له وريني بقى تريكس تانية غير اللي انت قلتلي عليها. فهو راح متشقلب كده في الهوا، وراح موريها بقى الشقلبة بتاعته، فرحت بيه جدا جدا. وبعد كده راح جاب اللون الاصفر واللون الازرق وعمل ميكس بينهم وطلع اللون الاخضر. هي فرحت جدا جدا اول ما طلع اللون الاخضر، وراحت على الرسمه اللي هي رسمها وبدات ان هي تلونها باللون الاخضر. كانت رسمه التري. بعد ما لونتها باللون الاخضر كانت مبسوطه جدا، وطلبت من الكلاون ان هو يعمل لها تريك تانية. هو بعد كده عمل ايه، وقف على دماغه، وهي بدأت ان هي عايزة تقلده، بس طبعا ما كانتش عارفة ان هي تقلده خالص، بس كانت مبسوطة منه جدا. وراح جاب اللون الازرق واللون الاحمر عشان يعمل لها لون جديد. عمل لها لون ايه، بيربل، عمل لها اللون الموف. هي اخدت اللون الموف بقى وحطته، وبدأت ان هي تقرر ان هي هتلون بقى رسمة فيها كل الالوان، اللون الموف واللون الازرق واللون الاخضر والاحمر والاصفر، عشان تكون استخدمت كل الالوان دي وعملت فعلا قوس قزح بكل الالوان اللي معاها دي. وبعد كده لورا قالت بقى خلاص هي تسيب الكتاب اللي معاها، ودعت الكلاون اللي معاها، وبدأت ان هي استفادت ان هي بكل الالوان اللي هي عرفتها دي، قدرت ان هي عن طريق الرسمة بتاعت قوس القزح ده، قدرت ان هي تلون بكل الالوان اللي معاها. كده خلصت الحكاية اللي معانا، وتعلمنا منها حاجات مهمة جدا. تعلمنا ان اللون الاحمر مع اللون الاصفر يعمل لون ايه، اورنج. اوكي. وتعلمنا ان اللون الازرق مع اللون الاصفر يعمل لنا جرين، يعمل لنا اخضر. وكمان اللون الاحمر مع اللون الازرق يعمل لنا اللون الموف. اوكي. كده احنا خلصنا الحكايه بتاعتنا وعرفنا الكلاون بتاعنا، اتعلمنا منه حاجات كتير جدا. كان معانا يحيى، وكان معانا تاليا، وكان معانا عمر، ومعانا كمان ملوكه. ملوكه ساكته معانا لسه ما اتكلمتش خالص، لكن احنا كده خلصنا الحدوته بتاعتنا وكمان خلصنا الفقره بتاعتنا. قبل ما نسيبكم يا اصحابي اللي معايا يقول لكم باي باي. يلا نبص للكاميرا ونقول لاصحابنا باي باي. يلا يا تاليا، باي باي يا اصحابي.
اصحابي كده خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده. يا رب فقراتنا كلها تكون عجبتكم. كل يوم هيكون معانا شقاوة جديده وفقرات مختلفه واصحاب كمان مختلفين. تابعونا كل يوم وشقاوتنا شقاوة شطار.